يا صباح الفل. ازيكم؟ انا مروة ودي قناتي. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل الايام دي ايام خير وسعادة وبركة على الجميع. وهنا بقى انا عملت كوباية شاي، بس شاي بالنكهات. الشاي دوت بطعم الليمون عشان ابتدي بقى افوق شوية، لاني ما شربتش قهوة، بس كان نفسي اشرب شاي قوي زي ما انتم شايفين. عايزة اقول لكم ان انا كنت كل سنة ببقى متوترة وانا داخلة رمضان. بحس ان المسؤولية بتبقى زايدة عليا، وخايفة ان انا ملحقش اخلص الفطار لولادي والاذان يأذن وانا لسه شغالة. لكن سبحان الله بالتدريج سنة مع سنة بحس ان انا بتطور شوية، وان انا بمشي صح في اليوم بتاعي. هقول لكم بقى خلاصة الخبرة بتاعتي خصوصا في شهر رمضان. أول حاجة تعمليها بمجرد دخول شهر رمضان عشان يومك يبقى فيه بركة ومتنظم، وتخلصي كل اللي وراكي، ويبقى عندك كمان وقت تعملي اللي انت عايزاه، سواء بقى تعملي أذكار لنفسك، سواء تقرأي قرآن، سواء مثلا تصلي رحمك. اللي يمشي معاكي واللي يناسبك هتعرفي تعمليه في اليوم. أول حاجة تصحي قبل الفجر بشوية. تصحي قبل الفجر، تجهزي نفسك للصلاة ولقراءة القرآن. دي حاجة هتديكي طاقة وباور وقوة من عند ربنا. بعد لما بتقرأي القرآن بتاع صلاة الفجر بتدخلي تريحيلك شوية. لازم تنامي شوية بعد الفجر، عشان انت قدامك يوم طويل، وعندك مجهود، وعندك أكلة تعملي لولادك، وهتنزلي تصلي التراويح، أو حتى هتصلي التراويح في البيت. كل ده مجهود عليكي، فعايز منك تنظيم وقت، ولازم ليكي الراحة. ما ينفعش تيجي على نفسك، هتيجي تهنجي وهتقعي. نمتي بعد صلاة الفجر، صحيتي على صلاة الظهر، تقومي بقى على صلاة الظهر تصلي الظهر، وتعملي الأذكار بتاعتك، وتعملي الأوراد بتاعتك وتخلصيها، وتدخلي فورا على المطبخ. من بعد الظهر على طول تبتدي تجهزي فطار بيتك. ما تركنيش للعصر الفطار، ما ينفعش. لازم تبتدي من بعد الظهر تجهزي. طب اجهز ايه مثلا وقت الظهر؟ هل اعمل لهم الاكل كله؟ في ناس بتعمل الفطار كله وقت الظهر. طب لو انا ما بحبش كده، لان لسه شوية عندي وقت، ابتدي اجهز الحاجات اللي بتسرق الوقت، والحاجات اللي بتاخد وقت على البوتاجاز. لو انا بعمل مثلا محشي، لازم ابتدي اعمل الصلصة، لازم ابتدي اقطع الخضرة وابقى واقفة على لف المحشي. لو انا هعمل مكرونة، ابتدي اعمل الصلصة بتاعت المكرونة واجهزها جنبي، بحيث المكرونة هتحتاج بس سلقة واحط الصلصة عليها. طب لو انا هعمل كفتة مشوية، اتبل الكفتة واسيبها في الصينية واولع عليها متأخر شوية. طب لو عندي فراخ، نفس موضوع الكفتة، هنضف الفراخ وهتبلها وهسيبها متبلة في التلاجة، ووقت العصر ابتدي اشغل النار عليها، سواء هحطها في الفرن او بحطها على البوتاجاز من فوق. اهم حاجة لازم اساسيات الفطار بتاعك تكوني مجهزاها من بدري، من وقت الظهر. وطبعا ما يكونش فيه مواعين، ما يكونش فيه بوتاجاز لسه هيتغسل. الحاجات دي من وقت الظهر تكون انتي مش الطباخة، مفيش قدامك غير الوجبة اللي انت هتعمليها لولادك. دي من اساسيات جدول رمضان. لو انت عايزة يومك يبقى سهل وبسيط، وتحسي ان يومك منظم ومنكيش جاية على نفسك، واليوم ماشي بهدوء وبترتيب، اعملي الخطوة دي. طيب انا عملت الفطار خلاص وفطرنا. بعد لما افطر مباشرة ابتدي الم كل الترابيزات اللي احنا فاطرين عليها، فاطرين على السفرة، فاطرين على اكتر من ترابيزة. انضف الترابيزات كويس، ارجع المفارش مكانها، اخلي شكل الترابيزة نظيف، والم حاجتي في الحوض، وابتدي اغسلهم وانا واقفة بعد الفطار مباشرة. طبعا بعد الفطار احنا بنصلي المغرب. لو انت بتصلي قبل الاكل او قبل فطارك، يا ريت طبعا تصلي المغرب وتبتدي تقفي تلمي المواعين بتاعتك على قد ما تقدري. طب انت ما عندكيش وقت عشان بتجهزي لصلاة التراويح لانك نازلة، الم المواعين احطهم بشكل مرتب على رخامة المطبخ، ما كدس عليا المطبخ وما سدش الحوض بتاعي، واسيب المواعين بتاعتي لما اصلي التراويح وارجع.
بدام انا نازله مشوار، ما هو انت مش هتقدري تخلصي كل المطبخ وانت بتجهزي مثلا لصلاه العشاء. طب لو انت قدرتي وعندك شويه مواعين صغيرين، لا اعمليهم اخلصي منهم. دي حاجه لمصلحتك وراحتك انت. لما المطبخ بيبقى رايق ونظيف انت بتبقي مرتاحه. فلو قدرتي بعد الفطار تعملي المواعين وانت واقفه على طول، وتخلصي اللي وراكي وانت واقفه في السريع كده. لو في بنات بتساعدك، لو في حد بيساعدك، حاولي تنجزي عشان تنزلي تصلي التراويح، سواء انت هتصليها في البيت سواء بتصليها في المسجد. طبعا اغلب الناس بتحب قوي صلاة التراويح في المسجد، احنا بنستناها من السنة للسنة، ليها متعة خاصة بصراحة وانا منهم يعني. المهم خلصتي مواعينك، خلصتي مطبخك، او سواء جهزتيهم عشان لما تيجي من التراويح تبتدي تخلصي المطبخ بتاعك. ابتدي بقى بعد لما اصلي التراويح وبعد لما ادخل مطبخي اشوف ناقصه ايه، اشيك عليه كده واخلص الحاجات اللي ورايا، ابتدي بقى اجهز فطار لتاني يوم. اجهزه بمعنى ايه؟ مش انك تقومي تولعي على اكل، لا، تعرفي هتاكلي ايه بكره، علشان لما بتعرفي وبتجهزي اكلة بكره او فطار بكره، دي حاجة بتريحك وبتنظم وقتك. اكون عاملة حسابي سواء انا بنزل السوق بعد التراويح بعد ما بصلي وبجيب الاكل اللي هعمله تاني يوم، مفيش مشكلة. سواء ان انا مخزنة في الفريزر لحمة وفراخ وسمك ايا يكن، او حتى لو هعمل لهم اي تفليتة، دي حاجة تخصك انتي وحاجة ترجع لك حسب امكانياتك وظروفك. المهم يكون عندك اكل متجهز لتاني يوم، انتي عارفة بكرة انت هتعملي ايه. لكن ما تسيبيش نفسك في رمضان ما انتيش عارفة هتعملي للولاد اكل ايه، دوت يهدر طاقة ووقت، لانك هتحتاجي تنزلي سوق، نص يومك راح، اليوم كده جرى وهتبقي متلخبطة، وهتحسي ان اليوم ما انجزتيش فيه اي حاجة. فخلي بالك لازم تكوني عارفة تعملي لولادك اكل ايه. طيب لو انتي مثلا مقررة او قررتي فجأة انا عايزة اكل ولادي محشي، طب هو هينفع؟ اه ينفع، بس اليوم بالنسبة لك هيبقى في دربكة، هتبقي بتجري، يومك مش هيبقى تنظم. دلوقتي انت قررتي انك تنزلي تجيبي كرومبة وتعمليها للولاد، هتقدري تنزلي تجيبيها وهتقدري تعمليها، هي هتاخد منك ايه ساعتين 3 وهتكوني عملتي حلة المحشي، مفيش مشكلة. بس المشكلة انها هتاخد اليوم بتاعك، هيبقى يومك مش ماشي منظم. طب ايه الحل؟ الحل لو انا عايزه اكل مثلا محشي، اجيب الكرنبه من بالليل، ابتدي اقطع الكرنبه من بالليل، ابتدي اسبك من بالليل، اعمل الطماطم، او لو عندي طماطم في الفريزر هتنفعني ومش هتضيع وقتي، يا دوبك هطلع الكيس وابتدي اجهز المحشي بتاعي. دي حاجه ليكي انتي، بحيث ان انتي ما تحسيش انك طول اليوم قاعده بس للخدمه وطول اليوم قاعده بس في المطبخ. لا، رمضان عايز وقت ليكي انتي، وقت لربنا، لان الفترة دي فترة شهر رمضان دي هي فترة الصلة القوية قوي 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 بيننا وبين ربنا، الفترة اللي بنبقى قريبين قوي قوي من ربنا. لو نفسنا في حاجة بندعي ربنا، لو حاسين ان احنا في ضيقة بندعي ربنا ليل مع نهار، بندعي ربنا في الاوقات اللي بيبقى الدعاء فيها مستجاب، سواء قبل الفطار سواء ساعة الفجر. طبعا في كذا وقت، سواء في اذان الجمعة، في كذا وقت لما بنقرب لربنا او بندعي له في الاوقات دي بيبقى الدعاء فيها مستجاب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه الصلاة والسلام. فعشان كده انا بقولك جهزي حاجتك من بالليل، ما تقعديش طول اليوم ما انتيش عارفة انتي بكرة هتاكلي ايه، لا، اعملي حسابك من بالليل. لو حتى مش هتفكري طول اليوم لبكرة مثلا، اعمل حسابي بقى بالليل هاكل ولادي بكرة ايه، ولادي هتفطر بكرة ايه، اجهز من بالليل حاجتي، هعيش مرتاحة، يومي هيمشي منظم. طيب انا طلع عندي شوية وقت كده في اليوم، لان انا مخزنة بقى ايه، معصجة لحمة مفرومة، لا متبلة فراخ وعينها في الديب فريزر، لا ده انا متبلة استيك وعيناه في الفريزر. طب انا عندي دلوقتي اكل متخزن او عندي اكل متفرزن، يعني انا هطلع وهولع عليه بس، هشغل بس عليه النار. كل ده حفاظا لوقتك وان انت ماشيه بنظام وماشيه بجدول حلو. هل لو انا عندي وقت زياده اسيبه كده؟
طب انا عامله ورد ماشيه عليه، طب انا بذكر ربنا طول اليوم وبسبح ربنا طول اليوم، طب انا عندي شويه وقت ممكن اعمل فيهم ايه؟ ممكن في الوقت ده اجيب خضار من بالليل واقعد اتسلى فيه واعينه في اكياس في الفريزر. مش انت عندك وقت؟ استغليه بقى لصالحك في النهايه، خليه فايده ليك انت، فايده شخصيه. لما بيكون عندك خضار في الفريزر او عندك اكل في التلاجة، دي حاجة بتنفعك انتي، لان انتي ما تقدريش طول اليوم تبقى عمالة بتخدمي ما بين الغسيل، ما بين المذاكرة، ما بين المطبخ. انت عايزة وقت لنفسك في رمضان تقعدي مع ربنا، لازم. ده احلى توقيت او احلى شهر في السنة. احنا بنبقى عايزين نقرب لربنا منه، وعايزين القرآن ده ما نسيبوش، لان احنا اوقات كتير طول السنة بنهجر القرآن. اوقات كتير بنبقى بنقل قوي في اذكارنا، بنقل في تسابيحنا، بنقل في ان احنا نختم المصحف. اغلب الناس او يعني او انا شخصيا ببقى مقلة. بيجي رمضان بقى بنبقى متمسكين بقى، عايزين نقرأ قرآن على طول، عايزين بقى نعمل ورد للأذكار وللتسابيح زي ما انتوا فاهمين. المهم طول ما انت مجهزة اكلك من بالليل، طول ما انت هتبقي مرتاحة، وطول ما انت مش شايلة اي هم. في نقطة تانية عايزة اكلمكم فيها. اي بيت فيه بنات زي بيتي، انا بيتي طبعا انا معايا 3 بنات، ربنا يبارك في عمرهم. دعواتكم ليهم يا رب بالنجاح. بناتي، انا عايزه اقول لكم ان هم مش غاويين شغل البيت، ومش غاويين المطبخ، ومش غاويين التنظيف. هل انا يأست؟ لا، ما يأستش بصراحه. انا لغايه النهارده بعلمهم وبخليهم يشتغلوا برضو على قد ما بيقدروا. ما باخدش منهم يعني النتيجه المرضيه بالنسبه لي، بس ببقى فرحانه ان انا بعلمهم علشان لما يفتحوا بيت يعرفوا يديروا بيتهم، وعلشان يعرفوا يخدموا نفسهم. انا عايزه اقول لكم بقى يا بنات، ماما الله يرحمها، واتمنى تدعوا لها بالرحمه. كل اللي يشوف الفيديو اتمنى انه يدعي لماما بالرحمه والمغفره. ماما الله يرحمها كانت معلماني من وانا في سنه رابعه ازاي امسك كرومبة وابتدي اقطعها، ازاي اعمل الصلصة بتاعة الكرومبة، ازاي اجيب الفرخة واقطعها وتبلها تتبيلة الشوي. ماما علمتني الاساسيات بتاعة الاكل من وانا صغيرة. علشان كده لما ابتديت اكبر كان عندي خلفية، بقيت اقف مع اي حد اساعده في موضوع الاكل وانا عارفة وانا فاهمة اللحمة المفرومة بيتحط لها ايه. لو انا بعمل مثلا بشاميل بحط له ايه، بظبط البشاميل ازاي، بقى عندي خلفيه من وانا صغيره. وده بصراحه فادني لما كبرت. علشان كده بقول لكم ادعوا لماما بالرحمه، ربنا يرحمها ويجعلها من اهل الجنه يا رب. المهم انا بعمل اللي عليا معاهم، او ان انا بحاول اخليهم يتعلموا على قد ما بقدر، بس ما باجيش عليهم قوي. لان لو جيت عليهم قوي وقرصت عليهم قوي ممكن يعمل رد فعل عكسي، ممكن يكرهوا فكرة المطبخ والنظافة، وماما كانت مزهقانة، وماما يعني متقلة علينا. لا، انا باخدهم بالراحة، وما بخليش مثلا لو بنتي مسكت اوضتها ما بخليهاش تعمل الصالة، لا بخلي البنت التانية تشتغل مثلا في الانتريه. بقسم الشغل ما بينهم بحيث ما يكونش فيه ضغط عليهم، وخصوصا في ايام الدراسة اللي احنا فيها. وزي ما انتوا شايفين بقى معايا انا بعمل الغدا معاكم النهارده. انا بعمل مكرونه بشاميل وبعمل امامه. وزي ما شفتوا في اول الفيديو انا جبت فراوله، جبت 4 كيلو فراوله وفرستهم، هعينهم ان شاء الله رمضان. لسه هجيب بقى قصادهم كيلو بنجر، ممكن مثلا كيلو الا ربع، وهسلقه وعينه، لان انا بضرب الفراولة مع البنجر في رمضان. بيبقى بصراحة قمة الفايدة، وبيبقى عصير جميل كنوع من التغيير. ما بنعتمدوش كل يوم، بس كنوع من التغيير ساعات بعمله. طبعا انا قلت لكم انا اي حاجة برضو هجيبها هتبقوا معايا فيها، وهتشوفوا ان شاء الله انا بفرز ازاي. هو الفراولة ما فيهاش اي حاجة، انا غسلتها بمية وخل، ويا دوبك بس شلت منها الحتة الخضرة دي، وقمت عاينة في العلب ودخلت الديب فريزر. دلوقتي بقى انا بخلص بس الامامة، بشطبها اهوت عشان ادخلها الفرن مع المكرونة البشاميل. عايزة اقول لكم على حاجة اتعلمتها في موضوع كمان الامامة. الامامة لو انتي ما حطيتيش بيكنج باودر في اللبن والشوربة وانتي بتسقي الامامة، ما تحطيش دلوقتي الشوربة واللبن والبيض. دخلي الامامة تاخد الاول
تنشيفه كده في الفرن وتعلى شويه، وبعد كده انزلي عليها باللبن والبيض والشوربه. لكن لو انتي بتحطي بيكنج باودر، تقدري تسقي القمامه دلوقتي زي ما انا بعمل، وما تخافيش مش بتعجن، بيحصلهاش اي حاجه، بتطلع متحمره من فوق وطريه جدا من النص زي ما انا بعملها كده. بس دي لازم تحطي فيها معلقه بيكنج باودر او نص معلقه لو انتي هتسقيها دلوقتي، وتسيبيها شويه تتشرب قبل ما تدخل الفرن. على فكره بتطلع صينيه قمامه في حته تانية، جربوها وعلى ضمانتي. زي ما انتوا شايفين بقى، انا ابتديت احضر المكرونه علشان برضو تدخل الفرن مع الصينيه التانية. يا رب النهارده المعلومات اللي قلتها لكم في موضوع ازاي تنظمي يومك في رمضان تطلعوا منها باستفاده لو حتى بسيطه. انا كلمتكم النهارده عن تجربتي انا. الاول ما كنتش بحط في دماغي ان اجهز الاكل من قبلها بيوم. كان اليوم بيجي عليا بجري حوالين نفسي، بنزل السوق، ابقى ماشيه في السوق، هو انا هاكلهم ايه، هو انا هجيب لهم اكل ايه النهارده، ببقى محتاره. اكتشفت ان لو انا ما حضرتش الاكل من بالليل، انا يومي كله بيبوظ. ما ينفعش، خصوصا في شهر رمضان. لازم تكوني انت عارفه هتاكلي ولادك ايه. مفيش حاجه اسمها اصلا انا دلوقتي مثلا انا معيش فلوس اجيب لهم لحمه او فراخ. طب مش انت هتعملي فطار على قد ظروفك؟ لو هتعملي فول، لو هتعملي بطاطس محمره، تكوني عارفه هتاكلي ولادك ايه. المهم ما تسيبيش نفسك كده للهوى، دماغي مانيش مش عارفه دماغي مودياني فين. يومك هيبقى متلخبط. عشان يومك يتنظم اعرفي انت بكره هتعملي ايه جدولك بكره. عندك تنظيف في حته ايه هتقدري تنظفي، عندك ايه بكره في المطبخ هتخلصيه، الغسيل هتنشريه، عندك كام دورة غسيل. اعرفي هتعملي ايه عشان يومك يبقى سهل عليكي، ما تصعبيش الدنيا على نفسك، الدنيا اصلا صعبة لوحدها. رغم ان الوقت في رمضان وقته ضيق واليوم بيجري، وتحس انك عندك كام حاجة عايزة تخلصيها، بس قد ايه بيبقى فيه بركة، وقد ايه النص ساعة في رمضان ممكن تعملي فيها حاجة حلوة. تعملي كنافة، تعملي قطايف، تعملي بقلاوة. انت تقدري في وقت قليل في رمضان تعملي حاجة مفيدة. سواء عايزة تعملي حاجات حلوة لولادك، سواء عايزة تقعدي مع نفسك شوية مع ربنا، سواء عايزة تصلي رحمك، تتصلي بقرايبك تطمني عليهم، سواء عايزة مثلا تطلعي صدقات. سبحان الله الوقت في رمضان فيه بركة، لكن للناس اللي منظمة يومها، للناس اللي عارفة راسها من رجليها، عارفة انا رايحة فين وجاية منين، عارفة انا هدخل المطبخ الساعة كام اشتغل فيه، وهطلع منه برضو الساعة كام، عاملة فيه انجاز بنسبة 90%. عشان تعرفي تنظمي يومك ابتدي من بدري. زي ما انا قلت لكم البداية من بدري يبقى فيه بركة. زي ما زمان كانوا بيقولوا البركة في البكور، ودي حقيقة. الناس اللي بتصحى بدري هي الناس اللي بتعرف تنجز يومها، هي الناس اللي يومها بيبقى سهل وبسيط، وحياتهم ما شاء الله مفيش اسهل منها. انا خلصت، وعايزة اقول لكم نورت قناتي، وشكرا للمشتركين الجداد. وعايزاكم تستنونا بقى في الفيديوهات الجديدة الجاية ان شاء الله، اللي فيها مشتريات، سواء بقى لهدوم ولادي، سواء لحاجات كنت محتاجاها في البيت، وان شاء الله هتعجبكم. ولغاية هنا انا اكون خلصت، واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. يلا سلام.